شبرا دي منا ده دايبة فينا وفيها دبنا، تاريخ حياتنا، ضحكة شبابنا، فرحة ولادنا وبيوت جدودنا. في تالتة أول جنب دمينا، وحنا جارنا وماري مارينا، وأبوه وأبويا حاربوا في سينا وعبروا بينا والنصر لينا. خالتك تريزا جاية تعيد، في الأضحى تذبح ويا أم سيد، في الفطر تعجن فطير يمدد، في عيد الميلاد زعف ده جيد. اصحوا يا مرة ده الفرقة مرة والوحدة قوة، تفضل بلدنا صمدة وحرة. اصحي يا هاجر اصحي يا سارة، أول سحورنا في بشرى سارة. وصلنا خلاص شارع مسرة، وعم جرجس دكانه جوه، والحاج طه آخر شياكة، ده ترزي بلدي جلاليب واجهة وآخر قلاجة، وده فرن عيش الحاج عبده وبطرس جريش، من قمح قبلي ومية بحري يدوب عجنهم في 1000 عيش. لا في خيانة وخبيز أمانة وميزان عدالة، غش مفيش. اصحي يا شبرا. شبرا 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 يا جمالها شبرا، نبتديها بالمعالم، فيها كام فنان وعالم، فيها أحلام الصبايا، روح لها لو كنت حالم، روح هتلقى الضحكة صافية، روح هتلقى قلوبها دافية، والجمال في كل حارة. يا عيني على الجمال يا جمالها شبرا. واحد قاعد في البيت سمع كركبه في الدولاب، بيفتح الدولاب لقى راجل قزم قصار كده، قال له انت مين؟ قال انا محسن. قال له محسن؟ إيه اللي جابك هنا؟ طخ 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 امشي. بعد 5 6 ايام قاعد في البيت سمع كركبه في الدولاب، بيفتح الدولاب لقى واحد ضخم قوي، قال له امال فين محسن؟ دخل فندق كبير قوي لقى مضيفه حلوه واقفه جه في ودنها، قال لي حياه والدك يا مدمزيل تقول لنا التواليت فين؟ قالت له من الناحيه الثانيه، جه في ودنها الثانيه، قال لي ها التواليت فين؟ 3 مجانين عقلوا عقبال الباقي يا رب، 3 مجانين عقلوا راحوا لمدير مستشفى الامراض العقليه، قالوا له يا دكتور احنا عقلنا عايزين نخرج من المستشفى، قال لهم عشان تخرجوا لازم اعمل لكم اختبار، لو نجحتوا فيه تخرجوا، قالوا له ماشي. سال اول واحد قال له 5 في 6 بكام؟ قال له 850. قال له طب تعالى على جنب. سال الثاني 5 في 6 بكام؟ قال له يوم الجمعه. قال له طب تعالى على جنب. سأل الثالث 5 في 6 بكام؟ قال له ب30. قال له عرفتها ازاي؟ قال له طرحت 850 من يوم الجمعة طلعت 30. لما تكون بتحب الضحك وتضحك على أحوال معليك، وتسيب روحك للي يلومك حتى هدومك بتعزيك، يا دي الحسرة ويا دي النكبة، اعقل يا ابني بلاش تخريف، انت بتضحك غيرك يزعل واللي ما يعذر رح يأذيك. في شارع رفعت باشا كانت البداية. سنة 1954 ولدت في هذا المنزل رقم 11 شارع رفعت. وأول ما وعيت للدنيا بصيت من الشباك وشفت شارع رفعت، وبدأت أتعامل وأتفاعل مع الناس اللي في الشارع تقريبا سنة 1959، يعني كان عندي حوالي 5 سنين كده تقريبا. وأول حد اتعاملت معاه كان عم حسن بتاع الجميز، كان بيعدي من هنا ينده على الجميز، وبدأت من هنا أول تقليد ليا في حياتي. بدأت أقلد من وأنا عندي 5 سنين. كان عم حسن بتاع الجميز بيعدي من هنا ينادي على الجميز ويقول يا ليلة ولا عنب زيك يا جميز، وأنا كنت أفرح قوي بكلمة يا جميز دي. وكان بيلبس شبشب كده وعنده صباع يا عيني متعور كبير كده وربطه بشاش، فكان المنظر بيثير مشاعر يعني ان انا اتفاعل معاه. وبعد كده بقى جه حد تاني عم عبد الحميد بتاع البلح، كان يعدي يا غريبة بلح يا عيني على دمت زغلول البلح يا عوض الله يا رطب. فلقيت الغنى بتاعه شجن،
فحبيت الشجن ده قوي، كنت اقعد اقلده واردد الكلام بتاعه. بدات اعرف معظم البياعين من الشارع من هنا، واقلد معظم البياعين، كل يعلن عن السلعه بتاعته بشكل معين. وبدات من هنا برضو لما والدي جاب الراديو اسمع اغاني ام كلثوم، وكنت ببص على الراديو من ورا وفاكر ان ام كلثوم جوه الراديو واتفرج عليها. وبدات من هنا اول اغنيه لام كلثوم غنيتها في حياتي كانت عودت عيني. دي البدايه بتاعتي، كانت هنا في شارع رفعت، في نمره 11 شارع رفعت. في شارع حليم باشا لسه عايشين وبنكمل الحكاية. إلى شارع حليم، وده الشارع اللي أنا اتربيت فيه، نمرة 12 بيت والدي ورايا، وده البيت اللي أنا اتجوزت فيه نمرة 3 شارع حليم، وما زلت موجود فيه لغاية دلوقتي. والبيت ده كانت فيه المخرجة إيناس الدغيدي، كانت البلكونة بتاعتي قدام البلكونة بتاعتها على طول. والشارع ده اللي شاهد بقى مراهقتي وشبابي وكل حاجة لغاية ما اتجوزت وخلفت ولادي في المكان ده. اتنقلت مصر الجديدة، واتنقلت في شبرا في شارع شبرا الرئيسي، واتنقلت لعدة أماكن، ولكن رجعت تاني لشبرا اللي ما بقدرش استغنى عنها، وسايب حتى الفيلا بتاعتي في الشروق. بالنسبة لي البيت هنا أحسن من قصر عابدين. بعشق المكان وبعشق التواجد في البيت ده، فبحب شبرا وبعشقها. اسيب المونولوجات ما بيتاكلش عيش، واغني اغاني شعبي وادفع كمان بقشيش. اغني اغاني شعبي وادفع كمان بقشيش. اغني اغاني حلوه نويت اعمل جروب، ولو رفضوا الاغاني هرفعها على اليوتيوب. لو رفضوا الاغاني هرفعها على اليوتيوب. اختار كلام اغاني اعدي بيها الفقر، كلام وله معاني هيبسط حلم بكر. كلام وله معاني هيبسط حلم بكر. اناقش كل حاجه واقول كلام عجيب، وبكره يستضيفني اخوي عمرو اديب. بكره يستضيفني اخوي عمرو اديب. منطقتي فيها مشاهير كتير، ومنهم الشاعر حسين المنسترلي. وده البيت اللي ورايا اللي كان ساكن فيه الشاعر المعروف حسين المنسترلي. وكانت كل الأجواء اللي أنا عايش فيها تعتبر أجواء فنية. بعدنا ببيتين كده هيكون بيت الفنان الراحل أمين الهنيدي، ولكن طبعا كنت عارف ان البيت ده فيه شاعر كبير، وكان فيه ناس فنانين بتجيله هنا كتير قوي ما وعاش على الكلام ده فيما قبل الستينات يعني. وفي بيوت كتير قوي بس اتهدت يعني، كان فيها فنانين كتير قوي يعني. ممكن على ما اعتقد تقريبا ما زال موجود البيت اللي كان فيه عايش فيه الفنان محمود المليجي. شبرا مهد الفن والفنانين، ومنهم النجم حسن فايق. كان الفنان المرحوم حسن فايق الله يرحمه كان يقيم في المكان ده، وطبعا بالاضافه لان الفنان محمود المليجي وفنانين كتير جدا. ممكن الحاج حسين يقول لنا. والفنان حسين رياض كان قدامنا على طول. مين بقى تاني؟ وسعاد حسني وانور وجدي وكمال الشناوي ومحمود فرج وحسين رياض. انا فاكر ان جنازه حسين رياض لما مات هنا قدام المحل عندنا على طول. هو على فكره كان حبيب ابويا قوي، وحسن فايق ده كان حبيب ابويا قوي، وعبد العزيز محمود المغني كان كل دول من الدايره بتاعتنا، وكمال الشناوي كانوا بيقعدوا على القهوه الكازينو الامير. محمود المليجي كان قدام الحي. وده
واحد بحبه وبيحبني. حظنا دايما مش ولا بد، وكل الناس بتقول رايقين، نضحك وبقوة نصد ونعمل فيها من العارفين. بس الدنيا ما يوم تنصفنا وبتحسبنا من الأحرار، وإحنا في سجن وليلة مطول، مظاليم والأيام مش جد. احنا هنا في شارع مدرسة التوفيقية، من الشوارع الشهيرة في شبرا، وده الحاج علي الحاتي، آخر حد في عائلة الحاتي يعني، أو أصغر واحد في عائلة الحاتي يعني. بس هو صديق عمر طبعا، متربيين مع بعض. أول واحد شجعني كان الحاج علي الحاتي، لذلك مرتبط بيه جدا وبحب أجي أقعد معاه هنا. في بداية حياته هو خدها من تحت الصفر، وتعب وشقي وجرع جدا مع كل الناس. انا مش بجامل ولا عايز اقول اي حاجه، بينه وبين ربنا ليه افضال كتير على ناس كتير. هو جرع جدا ووافي مع امه وابوه، وجرع مع اخواته، جرع جدا 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 مع اهل الحته. لو رحت اي مكان مش عندنا، هو هنا بيشرفني كل يوم، احنا مع بعض ليل نهار، اكل شرب، رمضان غير رمضان، هتلاقيه في ظهرك وهتلاقيه سبورت دايما على طول معاك، لان الرجوله كلها. بالاضافه بقى ان هو كمان انا قاعد في مكانه في نفس الكرسي اللي قاعد معاه، كنت قاعد لوحدي وكان في شويه زعل كده بيني وبين نفسي، لقيت التليفون جالي ورحت انا قافل التليفون. اللي قاله لي ما صدقتوش، بس ما اعتقدتش ان فيصل هو اللي بيكلمني، مع احتفاظ بالالقاب يعني. ان لقيت جهزت باسبوري وجهزت حاجتي، خد الباسبور كمان وراح جابوا لي من اخر اكتوبر، كانت رجلي وجعاني مش قادر اروح، وبعد ختم الباسبور جابني وكمان جاب لي الشنطه، وكمان وصلنا المطار، وكمان اتصل بيا وانا في العمره هناك، كلم مشرف انت فين؟ انت عشوائي، على اساس ان انا عشوائي يعني يعني اقول له الساعه 1 تبقى الساعه 2. فبصيت لقيته كلمني وشخصت لي هناك، انت عامل ايه؟ قلت له انا عملت 3 عمرات بسببك. فهو تسبب ان انا ازور النبي عليه الصلاه والسلام، تسبب ان انا احط ايدي على الكعبه. فدي حاجه مش هنساها في حياتي عمري، ومحدش في صاحب يعملها مع صاحب. اول لقاء انا اسمعه في حياتي كنت نبطشي، وكنت في نادي المدفعيه، وبعدين فوجئت بان في برنامج اسمه قصايص لحمد الكنيسي، كانت الساعه 12:05 او 12:10، ولقيت بيقول ومعكم الفنان اللي ان شاء الله صاعد وان شاء الله ناجح ان شاء الله كذا، فيصل خورشيد. رحت جاي هنا، قعدت اتنطط في الحته، وجيت على القهوه اللي بنقعد عليها، وقلت للحاج عبد المنعم ابوه، قلت له عم عبد المنعم فيصل بقى مشهور، فيصل طلع اتقال عليه اسمه في الراديو، كانت اول مره اسمه جه في الراديو، وان شاء الله هيبقى مشهور ومعروف وحاجات زي كده، وانا كنت متنبئ له بكده. وبما اني متربي في منطقه شبرا، كنت بشوف طبعا فنانين جيران، يعني كان البيت اللي قدامي على طول فيه المخرجه ايناس الدغيدي، كانت ساعتها لسه طالبه في المعهد. بعديها ببيتين مثلا كان الفنان امين الهنيدي. على اول شارع مدرسه التوفيقيه هنا كان الفنان عبد السلام محمد. فكنت بشوف الفنانين دول ونفسي ابقى واحد منهم. تعرفت ساعتها على صديق ليا، كنت رايح اعمل حفله في المدرسه بتاعتهم، لقيته هو قالوا خير ما نفتتح به الحفل القران الكريم من التلميذ محمد محمود صالح وهبه، اللي هو مدحت صالح فيما بعد. تعرفت على مدحت من هنا، بقيت اقول له انا عندي فرقه وبنعمل افراح وبتاع ومش عارف ايه، واشتغل معانا وكونا فرقه موسيقيه هنا في شبرا كان اسمها فرقه الجوكر. بنعمل بقى الافراح بتاعت كل القرايب والجيران والناس دي، وانا ومدحت بقينا بقى ماشيين مع بعض، واحلام بتاعتنا الاحلام اللي كنا بنشوفها زمان. ويقول لي تفتكر هنبقى مشاهير؟ اقول له ان شاء الله هنبقى مشاهير. يقول لي وانا هبقى عبد الحليم؟ اقول له طبعا. يقول لي وانت تبقى عبد السلام النابلسي؟ كل دي احلام واحنا اطفال واحنا في سن مراهقه يعني. وتطور الموضوع بقى، انا بقيت بطلع في حفلات، مدحت بقى يعمل حفلات. اكتشفوا الفنان الراحل سمير الطاير اثناء اوبريت شواكيش بتاع مسرح البالون، كانوا بيعملوه في اسكندريه في مسرح محمد عبد الوهاب، وقدموا لشركه مصر الانتاج الفني، عملوا له شريط. وهكذا بقى بدات الدنيا تحلو، وبدات الدنيا تتفتح معانا بقى، ومدحت صالح بقى مدحت صالح، وانا بقيت فيصل خورشيد. ولكن مع كل ده عندي حب جارف لشبرا،
يعني انقل من البيت بتاعي اروح اسكن في الدوران، انقل من البيت بتاع الدوران اروح مثلا اسكن في مصر الجديده سنه ولا سنتين وما طقش وارجع تاني لشبرا، وما زلت لغايه دلوقتي اللحظه اللي انا بتكلم فيها دي انا ساكن في شبرا وبحب شبرا وبموت فيها. بالنسبه لي شبرا دي زي ما قلت لكم سابقا عندي احلى من قصر عابدين، وهكذا بقى. دي حكايه من ضمن حكايات شبرا يعني. يا جمالها شبرا 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 شبرا، يا جمالها شبرا. نبتديها بالمعالم، فيها كام فنان وعالم، فيها أحلام الصبايا. روح لها لو كنت حالم، روح هتلقى الضحكة صافية، روح هتلقى قلوبها دافية، والجمال في كل حارة. يا عيني على الجمال، يا جمالها شبرا. يا جمالها شبرا، يا جمالها شبرا. الشوارع والعرايس والجوامع والكنايس، مش هتعرف من شريكك، كلهم في الحب دايس. جيرة حلوة وسيرة غنوة،